يا ريت اداره المرور تشوف لنا حل قطعي للموضوع دوت، عشان احنا تعبنا. محافظه المنيا تعبت من سواقين التاكسي بتاعه المحافظه والمراكز بتاعتها. انا مش بخاطب اصلا السواقين في الفيديو ده، انا بخاطب اداره المرور. عايز اداره المرور تنزل تشوف الوضع ده بنفسها في محافظه المنيا بمراكزها، لان في مراكز كمان بتشتكي من التكاتك. وممكن الكلام دوت يزعل ناس اصحابي راكبين تاكسيات والكلام دوت، بس انت يا صاحبي لو بتعمل كده ازعل براحتك. هتمشي صح امشي صح، مش هتمشي صح ما تزعلش مني. بصراحه وضع السواقين هنا بتوع التاكسيات في المنيا بيجي وضع سيء جدا. انا مش عارف يعني ايه سواق تاكسي طالع مش عايز يركب الناس. يعني ايه ابقى طالع انا ومراتي وعيالي مثلا مش عارفين نركب تاكسي، مش عايز هو يركب 3 انفار معاه، الراجل عايز يركب نفر معاه، ولو النفر ده رايح مكان هو مش عاجبه مش بيركبه معاه. في مقترح بسيط حضرتك انا ممكن اقول لك عليه نعمله. في ايه حضرتك لما تنزل ناس مدنيين يوقفوا التاكسي ويقولوا احنا رايح الحته الفلانيه والتاكسي ده ما رضيش يوديه، يسحب يا باشا رخصه، رخصه القياده ورخصه العربيه عشان غيره يتعلم. لما تيجي توقف تاكسي وتقول له اديني المكان الفلاني السواق ما يقولكش لا. لكن ما ينفعش حضرتك انت اداره المرور تبقى قاعده وشايفه الوضع بالطريقه ديت ومش لاقيه لنا حل. ولو العدد عند حضرتك في اداره المرور مش كافي، انت ممكن تكلف ناس من ديوان عام المحافظه مدنيين زينا كده يعني، وينزل حضرتك الشارع ويوقف التاكسي ويشوف التاكسي هيرضى ولا مش هيرضى. مرضيش ياخد معاه حزم يا باشا في وقته على طول. لكن ما يرضيش ربنا ان حد يكون كبير في السن ولا ست كبيره في السن وعايزه تركب تاكسي مش قادره تركب التاكسي. حتى يا اخي ما فيش ضمير عند السواق شايف ان ست كبيره في السن ولا راجل كبير في السن مش عايز يركب، هو بيروح يا باشا اماكن معينه بس. طب يعني انتوا حضراتكم مثلا كاتبين على التاكسي دوت ليه اماكن معينه بس بيروحها؟ يمكن احنا مش فاهمين. طيب يا ريت بس حضرتك نشوف حل للموضوع ده قبل بدايه الدراسه، عشان الكليات داخله والمدارس داخله وعايزين حل للموضوع دوت والله، عشان الدنيا بص يا بايظه خالص بايظه خالص. في نهايه الفيديو كل الناس المتضرره من موضوع التاكسي دوت تعمل مشاركه للفيديو ده في كل حته. انا مش هينفع صوتي يوصل الفيديو لوحده، عايزين كلنا كده مع بعضينا ايد واحده عشان موضوع التاكسيات دوت في المنيا يتحل.